قبل ما نبدأ الملخص نصلي على النبي، ولو عجبك ما تبخلش علينا بلايك وتعليق، وشكرا على المشاهدة. بيبدأ فيلمنا مع فليب وهو واقف فوق تمثال الحرية، بيحكي عن قصة حياته المجنونة المشي على الحبل فوق الأبراج المرتفعة، وبيعمل حركات بهلوانية وهو واقف على التمثال، وبيعرفنا إننا لازم نجري ورا أحلامنا حتى لو في أصعب الظروف. البداية كانت في باريس في 1973 لما كان بيعمل عروض في الشوارع، بيبدأ عرضه بتتجمع حوالين الناس وبتكون مبسوطة بيه، بيشوف بنت واقفة وبيطلع الكرة من جنب ودنها وبيحاول يخدع الناس بخفة إيده، بس للأسف الكرة بتدخل في بقه وبتكسر سنانه وبيبوظ العرض. بيروح لدكتور السنان في العيادة بتاعته وهو قاعد فبيفتح مجلة بالصدفة، بيشوف اطول برجين في العالم، وتيجي فكره مجنونه في دماغه وتكون خطيره جدا لدرجه الموت. وبيعمل دراسه وبيرسم الحبل اللي هيمشي عليه بين البرجين، وبيشوف الصوره بيفتكر ذكرياته القديمه وهو عنده 14 سنه، وبيدخل السيرك من غير ما حد يشوفه، وبيلاقي واحد ماشي على الحبل في ارتفاع عالي. بيروح البيت وبيقرر انه يعمل زي الراجل اللي شافه في السيرك، بيقعد يتدرب كتير على المشي على الحبل بين الشجرتين. وبعد فتره بيروح عند السيرك وبيدخل علشان يمشي على الحبل اللي جواه، بس بيكون عالي جدا. بيطلع على السلم وبيكون فاكر ان مفيش حد شايفه، بيكون متردد وخايف لان الارتفاع عالي جدا. فجاه بيظهر له صاحب السيرك وبيزعق معاه وبينزله، بس فليب بيكون ذكي وبيعمل له حركات بهلوانيه وبيطلب منه انه يشتغل معاه في السيرك، فبيوافق بابا رود. في يوم بيحصل خلاف بينهم لان طموح فيليب اكبر من شغله في السيرك، بيلم حاجاته من السيرك وبيمشي، وبيبدا يعمل عروض في الشارع قدام الناس. بيشوف واحده بتغني والناس حواليه بتعجبه وبيحييها، بيعمل عرض جامد علشان تاخد بالها منه، بتتجمع الناس حواليه وبيكونوا فرحانين من الحركات اللي بيعملها. بعد ما بيخلص بتروح له بيكون اسمها اني، بتكون متضايقه جدا منه عشان الناس سابتها وراحت له، بيعتذر لها وبيعزمها على مكان يروحوا يشربوا فيه حاجه، وهم قاعدين بيتعرفوا على بعض اكتر، وبيقول لها على الحلم بتاعه، وبتشوف اني الفكره بتاعته وبتعجب بيه، فبتحاول تساعده لانها عجبت بيه، وبتعرفه على مكان كويس علشان يتدرب فيه. وبيوصل فيليب للمكان وبيربط الحبل بين الشجرتين، وبيقعد يتدرب على مشيه على الحبل، وبتكون اني جنبه وبتعزف على العود وبتغني. وبيشوفه صاحبي وهو ماشي على الحبل بيكون اسمه البرت، وبيقعد يصور فيه ويقول له فيليب انا عايزك معايا الفتره الجايه. وفجاه الحبل بيتقطع وبيقع من عليه، ويقول له البرت لازم تتدرب كويس علشان لو وقعت قدام الناس هيكون شكلك وحش. فبيقرر فيليب انه يروح لبابا رودس علشان يدربه، بيقول له انت الوحيد اللي هتعرف تدربني. فبيوافق بس بشروط، واولها الفلوس طبعا. وبيطلع يمشي على الحبل وبيقع مره واثنين وثلاثه، وبيرجع يقوم تاني ويكرر المشي علشان يوصل لحلم. ويقول له بابا رودس لازم تعمل عروض بره ما تعتمدش على السيرك. فبيروح عند البحيره وبيربطوا الحبل من الجنبين، وبيطلع فيليب وبيمشي عليه، يكون في ناس تحته راكبين مركب وبيقعدوا يتريقوا عليه. فبيفقد فيليب تركيزه وبيقع من على الحبل وبينزل في الميه. وفي يوم وهو ماشي بيشوف كنيسه، فبيقرر انه يربط الحبل بين البرجين بتوعها، بس ده تفكير متهور شويه. فعلا بينفذ فكرته ويربط الحبل بينهم وبيمشي على الحبل بكل ثقه. لو انا مكانه كان زماني مت قبل ما تتجمع الناس وبيشوفوه وهو ماشي على الحبل في ارتفاع عالي، بس للاسف الشرطه بتيجي وبتقبض عليه. لما بيطلع بيكون غضبان جدا ان بلده ما وقفتش جنبه في تحقيق حلمه. بتحاول تهديه اني وبتوريه صوره لاكبر برجين في العالم. لما بيشوف البرجين بيتمسك في حلمه اكتر وبيعرف مكانهم وبيجهزوا نفسهم للسفر. لما بيقربوا يوصلوا بيشوفوهم من الطياره، بيوصلوا عند البرجين وبيكون ارتفاعهم رهيب. بيقرر فيليب انه يطلع يشوف البرج من فوق، وبيوصل للسطح وبيكون مبهور بالارتفاع اللي شايفه، وبيحاول يحدد المسافه بين البرجين. وبعد ما بيخلص بيروح لبابا رودز علشان يستعين بخبراته، بيقول له لازم نعمل حبل امان علشان لو وقعت هتكون دي نهايتك. بس فيليب مش بيرضى بالحبل الامان لان الناس مش هتقدر ده. بيحاول فيليب انه يقنع بابا رودز انه يكون حبل واحد، ويوافق انه يساعده بعد محاولات كتير. ويوصلوا اصحابه اللي هيساعدوه في المهمه الصعبه بتاعته، هم فرانس ولويس. وبدا فيليب يتنكر في هوايات مختلفه، شويه صحفي وشويه عام، وبيقعد يصور في كل مكان في البرج علشان يدرس. واستغل الفرصه فيليب ان رجله مصابه، ويكسب تعاطف الامن اللي موجود في البرج، وبدا يدخل المكان بكل سهوله من غير ما حد يوقفه. وفي يوم وهو طالع في الاسانسير بيقابل واحد وبيتعرف واسمه باري، وبيكون شغال في البرج، وبيقول له انا من معجبينك ومتابع كل اعمالك في باريس. وهنا بقى بيفكر فيليب انه يضمه للمجموعه اللي معاه، لان هو اللي هيسهل لهم الدخول والخروج في البرج. فبيعزم باري على حاجه يشربها، وهم قاعدين بيعرفوا فيليب على الحلم بتاعه. المهمه دي هتكون بين البرجين. وتاني يوم بيروح فيليب لمحل موبايلات هو واصحابه، ويطلبوا من صاحب المحل اجهزه لاسلكي. بيشك في الموضوع بيقول لهم انتوا محتاجينها ليه. بيقول له فيليب على المهمه اللي هينفذها، وبيضموا للمجموعه اللي معاه. وفي يوم بيجتمعوا مع بعض وبيتكلم معاهم فيليب، وبيعرف كل واحد فيهم على دوره في المهمه، وبيحدد معاهم ميعاد التنفيذ، وبياخدوا المعدات اللي هيستخدموها وبيلبسوا لبس عمال. بس للاسف رئيس العمال بيمنعهم من الطلوع للسطح، بيضطروا انهم يقعدوا لغايه لما يمشي. بيبداوا يطلعوا بعد ما ساب المبنى، وبيوصلوا للدور قبل الاخير. وفجاه بيشوفوا مسؤول الامن جاي عليهم، فبيتداروا بسرعه منه قبل ما يشوفوا. بيضطروا انهم يستنوا الفتره لغايه لما يبعد عنهم. بيدخل الليل عليهم وبيبداوا ياخدوا الحبل ويطلعوا على السطح. وهم طالعين على السلم بيشوفوا مسؤول الامن نايم تحتيه، بيمشوا بالراحه علشان ما يطلعوش الصوت. واخيرا بيوصلوا للسطح بسلام، وبيبدا فيليب يشاور لاصحابه من البرج التاني علشان
يرموا له السهم اللي مربوط في الحبل، وبيرموا له السهم بس فيليب ما بيكونش شايفه، وبيرجع يشاور لهم تاني وبس بياخد باله من السهم انه تحت، وبيحاول ينزل علشان يجيبه وبيمسكه في اخر لحظه قبل ما يقع منه، وبيبدا يسحب الحبل واحده واحده، وهو بيثبت الحبل في البرج بيفلت من ايده، بيلحقه بسرعه قبل ما يقع منه وبيشده بكل قوته، فبيحس مسؤول الامن بحركه على السطح فبيطلع يشوف فيه ايه، فبيستخبوا بسرعه قبل ما ياخد باله منه، وبيكون فيليب خلص ربطان الحبل وجاهز، وبيبدا يمشي على الحبل في اخطر مرحله في حياته، وماسك عصا التوازن في ايده، يمشي واحده واحده لانه بيكون مرعوب، وبيرجع يقعد شويه، بيرجع يمشي على الحبل والمره دي بتكون اسرع شويه، بيكون المجنون ماشي على الحبل من غير اي وسيله امان، باقي المجموعه بتكون تحت، بيشجعوه وبيجمعوا الناس علشان تشوف العرض بتاعه، ولما بيشوفوا الناس بينبهروا باخطر عرض في العالم، وبيكون فيليب ماشي على الحبل نص المسافه، وبيتفاجئ بالشرطه وهي جايه تقبض عليه، في الوقت ده طبعا لو مش مركز هينزل 100 حته، فبيحاول يقرب منهم، بتكون الشرطه فاكره ان هم كده هيمسكوه، بس بيخدعهم في اخر لحظه وبيوقع قلبهم، بيكون جالهم شلل ومش عارفين يتصرفوا معاه ازاي، في الوقت ده الناس تحت بتكون مبهوره بيه، بيشجعوه وبيزيدوا اكتر واكتر، بيكونوا مرعوبين جدا لان ده اخطر عرض شافوه في حياتهم، بتكون حبيبته اني مبهوره بيه ومش مصدقه اللي هو بيعمله، وتبص عليه بالمنظار اللي معاه علشان تطمن عليه لانها بتكون خايفه عليه جدا، والصحافه كلها بتكون متجمعه في الوقت ده، لما فيليب بيشوف الجمهور تحت يحط العصا على الحبل وبيقف عليه وبيعمل حركات تحبس الانفاس، فبينبهر الجمهور بيه، وبيرجع يشيل العصا من على الحبل ويمسكها في ايده، فبيهتز الحبل بيه وبيبدا يقرب منهم واحده واحده، بيحاولوا يمسكوه بس بيضحك عليهم تاني، بيرجع يمشي على الحبل ويبعد عنه، بيوصل لنص المسافه وبيقعد على الحبل، وبيبدا يعمل حركات خطيره جدا انه ينام على الحبل، فجاه بيظهر طائر نورس وبيقرب منه، بيترعب فيليب منه لانه ممكن يفقد توازنه في اي لحظه، بيحاول يشجع نفسه بيقوم يقف على الحبل، فجاه الخشبه اللي متثبته في الحبل بتتكسر، بيكون خلاص هيقع بس الحمد لله جت سليم، وبعد شويه بتيجي طياره هليكوبتر وبتلف حواليه وبتجبره انه يطلع غصب عنه، وهو راجع رجله بتجيب دم، بيخلص بسرعه وبيوصل للبرج وبيحدف العصا اللي معاه وبيطلع بسلام بعد ما وقع قلبه، بتمسكه الشرطه وبتقبض عليه، يكون الجمهور تحت مبهور بيه فرحانين جدا بالعرض الخطير اللي عمله، كلهم بيسقفوا له وبيشجعوه، وبتتجمع الصحافه حواليه وبيقعدوا يصوروا فيه لانه البطل الشجاع، والصحف والمجلات بتنشر صوره في كل مكان، وبيشوف بابا رود الاخبار في الجرايد بيفرح بالانتصار اللي عمله فليب، وبعدها اتجمعوا واحتفلوا بالعرض الرائع اللي قدموه، بيكرموا فليب على البرج وبيقولوا له لازم تستنى معانا علشان تعمل عروض للاطفال، ويدوا له تسريح مدى الحياه انه يطلع فوق البرج في اي وقت، وبيمضي على سطح البرج للذكرى، وهي دي النهايه. وبيخلص فيلمنا. إن عجبك الفيديو متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم على خير.